طبعا وقتنا صار ضيق. آثار العثمانيون في ليبيا، يعني نعود. أنتم طبعا ولدتم في ليبيا نعم. وتعرفون ليبيا. يعني هل ممكن تبحثون لنا من آثار العثمانيون في ليبيا؟ طبعا طبعا، عندنا أكبر قصر تجده في العملة الليبية يسمى السرايا الحمراء. سراي كلمة تركية، يسمى إلى أي اليوم صراحة السرايا الحمراء، قصر. كرمزي سراي، ولكن عرب فأصبح السرايا الحمراء بالعربية. هذا السرايا الحمراء هذه معلمة تركية بناها الأتراك. حقيقة عفوا أنا أخطئ هنا، لم يبنيها الأتراك، عثماني. بناها لا لا لا، لم يبنيها الأتراك، بناها الإسبانيون. ولما جاء الأتراك العثمانيون. وأنقذوا ليبيا من الاحتلال الإسباني أعادوا بناءها وسموها بالقصر الأحمر. هناك مثلا مسجد مشهور في طرابلس اسمه جورجي، جامع جورجي. جورجي منطقة في تركيا، جورجستان. لا، جورجستان شيء آخر، دولة آخر. دولة أخرى، عفوا عفوا، دولة ولكن أخرى. يعني كان الأتراك هم الذين بنوها في لما كانت جورجستان جزء من الدولة أي. العثمانية. يوجد مثلا في مدينتي كانت قائمة مقامية أو لواء، عفوا لواء إيالة، اسمها يفرن، يوجد بها قلعة كبيرة تركية. يوجد آثار كثيرة عثمانية، والآثار العثمانية ليس فقط آثار مادية ملموسة، بل هناك في اللغة الليبية المحكية اليوم يوجد فيها كلمات كثيرة جدا تركية. مثال، نحن نقول تشيشمة، شيشمة، أنتم تقولون تشيشمة، شيشمة أي صحيح. للحنفية يعني. نقول كاشيك للملعقة. ملعقة قشي كمان. نعم. كمان نقول العراقيون يستعملون أظن. نعم، يعني كلمات كثيرة تركية موجودة في اللغة المحكية الليبية اليوم. يعني أنا جمعت تقريبا، أذكر لما كنت طالبا هنا جمعت حوالي 164 كلمة أو كذا تركية يتكلم بها الليبيون كلهم يعني يقولونها، كما يوجد في اللهجة الليبية الأمازيغية والإيطالية وإلى آخره من اللغات الأخرى يعني. فاللهجة الليبية العامية خليط من هذه الشوربة. أي. وكمان ماذا كان موقف الأمازيغيون في الحرب مع إيطاليا في ليبيا نعم. تحت سلطة الإيطاليا، يعني نعم. تحت سلطة إيطاليا؟ نعم، الأمازيغ كذلك مثلهم مثل باقي إخوانهم الليبيون قاوموا بحكمهم مسلمين يعني. شوف يعني هذه إشكالية يقع فيها الإنسان الذي يعيش العصر الحاضر، ينظر بمنظار العصر الحاضر، فتقول الليبيون. في ليبيا لم يقاوم الليبيون الإيطاليون، لأن ليبيا لم تكن، كان مسلمون يقاومون النصارى في العهد الإيطالي. فمثلا تجد شكيب أرسلان لبناني يحارب إلى صف، أتاتورك تركي يحارب إلى صف الليبيين، أنور باشا يحارب إلى صف الليبيين وإلى آخره مثلا. طبعا هذا كانت صار، يعني هاي المعركات مع عثمانيون بكل الدول، أوروبا وروسيا. بالضبط، يعني كان مسلمون ضد نصارى، لم يكن هناك إشكالية صحيح. اسمها ليبيا ضد آخرين أو أمازيغ أو عرب ضد الآخرين. فهب الأمازيغ كما هب المتحدثون بالعربية صفا واحدا أحيانا في مواجهة إيطاليا. فمثلا سليمان الباروني قاد الليبيون الناطقون بالأمازيغية والليبيون الناطقون بالعربية ضد الاحتلال الإيطالي، كما رمضان السويحلي قاد وهو عربي اللسان، قاد الأمازيغيون وقاد العرب ضد. كان مثلا يعني أسماء كثيرة لا تحضرني الآن يعني من خلال النقاش، ولكن يعني لم يكن هذا الإشكال كما ذكرت لك. أعيد لك مرة أخرى، الإشكال هذا خلقه النظام الموجود اليوم. ولكن هناك إشكالية ثقافية في ليبيا حقيقية، يعني اللغات أصبحت تندثر. يقول عالم ليبي في التاريخ اسمه الأثرم، عبد الكذا الأثرم، عالم في التاريخ الليبي القديم، يقول كيف يمكن لنا أن نضيع لغة موجودة فيما بيننا اليوم يمكن من خلالها فك رموز لغة أجدادنا الأوائل، بينما المصريون يحاولون فك الرموز التي لا يوجد من يتكلمها اليوم، ويستفيدون من أشياء مكتوبة، ونحن يوجد لنا قوم يتكلمون هذه اللغة ولا نستفيد منهم. يعني الليبي مثلا لا يستطيع أن يفهم اسم مدينة القذافي التي ولد فيها القذافي بدون الرجوع إلى الأمازيغية. القذافي ولد في مدينة اسمها سرت. سرت هذه في اللغة الأمازيغية تعني الخليج بالعربية مثلا. كيف يمكن أن نعرف معنى هذه الكلمة من دون الرجوع إلى اللغة الأمازيغية مثلا؟ يعني طرابلس كانت اسمها قبل الاحتلال الروماني أويت أو أوية، هذا الذي اشتهرت بها، ولكن قبلها كانت أويت. يقول المؤرخون الليبيون الذين يعتد ببحوثهم التاريخية
ومن ضمنها يعني كتاب نشر في عهد الملك إدريس السنوسي عن السرايا الحمراء، هذا متحف فيها اسمه السرايا الحمراء. يقول أوياد كلمة أمازيغية قديمة تعني القبيلة أو القرية، وهي مستعملة إلى اليوم عند الأمازيغ. أو يعني مثلا هدف المجال التوبونوميا، عندما تريد أن تحلل اللهجة الليبية مثلا اليوم، لا تستطيع السنتكس الليبي أو المورفولوجي نحو اللهجة الليبية، لا تستطيع معرفتها من غير معرفة اللغة الأمازيغية. إذن القذافي عندما يقضي على مكون من مكونات الثقافة الليبية، هو حقيقة يحارب الثقافة الليبية. تفهم قصدي يعني ماذا؟ يعني الأمازيغية هي جزء من هذه الثقافة، وهذا ما نتمنى باقي الليبيين أن يفهموا، أن الأمازيغية لا تعني فقط الناطقين في الأمازيغية فقط، هي تعني كل الشعب. ما الفرق بين العادات والتقاليد؟ يعني فرق جزئي أم فرق كبير في ثقافة الأمازيغية والعربية؟ نعم. شوي تبحثون لنا. الحقيقة الثقافة، ما هي الثقافة؟ العادات، التقاليد، الأكل، الشرب، الكلام، يعني كذا. الاحتفالات إلى آخره. نعم. أقول لك يعني بعض النكات الصغيرة في الثقافة الليبية. في شرق ليبيا المرأة عندما تلبس الرداء الليبي تضع قطعتين من هنا ومن هنا، هذه القطعتين أمازيغية صرفة، بينما الأمازيغية تضع قطعة واحدة وهي عربية صرفة. شوف الأمازيغ قلدوا العرب والعرب قلدوا الأمازيغ في هذه النقطة، مثلا في اللباس. عمر المختار، أنا تذكر أنك رأيته يلبس شيء ملتحف هكذا نعم. هذا اللباس أمازيغي، عمر المختار عربي. إذا نحن تلاحمنا، استفدنا من العرب في الإسلام وفي اللغة العربية، واستفدنا كذلك تعاليم القرآن إلى آخره. أنتم أخذتم منهم وهم أخذوا منا طبعا. والعرب عندما أتوا إلى ليبيا، يجب أن تفهم، لم يكن عددهم كبير جدا. العرب جاءوا في البداية غزاة وذهبوا إلى مناطق أخرى ثم رجعوا. في البداية كان فتح إسلامي ودعوة إلى الإسلام، ثم في القرن السابع الهجري جاءوا كغزاة، بني هلال بني سليم إلى آخره. في البداية يعني الأمازيغ الذين تعربوا هم الذين نراهم اليوم يلبسون اللباس الأمازيغي ويأكلون الأكل الأمازيغي إلى آخره. مثلا عندنا أكلة في ليبيا تسمى الكسكس. كسكس كمان في الأتراك يوجد. نعم، أخذتموها من شمال أفريقيا. الكسكس هذا مثلا ينتهي نفس الكسكس يعني حقيقة لا، لم أرى. أنتم تعملون هذا بالبرغل وكذا، يعني بطريقة مختلفة يعني. يشبهه نعم، تسمونه. مثلا هذا الكسكس ينتهي في مصر عند المناطق المتحدثة بالأمازيغية. أنا أذكر في الإسكندرية عندما أسأل الناس لا يعرفونه، بينما في شمال أفريقيا كله معروف. إذا هذا أكل أمازيغي بامتياز. اللباس هذا الحولي الذي تراه مثلا موجود في المغرب الأقصى، موجود في الجزائر، موجود في ليبيا. إنه هو اشتهر في ليبيا أكثر. في المغرب الأقصى اشتهروا بالبرنوس مثلا. يعني العادات والتقاليد واحدة في ليبيا حقيقة، تكاد تكون لا يوجد فرق بين الليبيين. نعم، بحكم كما ذكرت لك أن أغلب الليبيين هم أمازيغ تعربوا. يعني مثلا أكراد أصبحوا يتكلمون فقط التركية، لم يعد لهم لغة أخرى غير التركية، فظنوا أنهم أتراك. فأنت هنا تجد في تركيا السيما أو الشكل كما تقولون أنتم، الأشكال طبعا بعد فترة طويلة تندمجوا فأصبحوا جزء من الدولة التركية واللغة التركية. كذلك الليبيون الأمازيغ أصبحوا عربا، يقولون لأنفسهم نحن عرب، وفي حقيقة الأمر هم أمازيغ تعربوا. وإلى نهاية يعني أين يصل هذه المشكلة بالنسبة؟ أنا لا أرى فيها مشكلة، هذه الإشكالية حقيقة. لا نقول مشكلة، إلى أين يصل هذه فعالياتكم في الدولة الليبية؟ نحن نشتغل على 3 محاور. المحور الثقافي، نحن لا نحتاج إلى دولة، نشتغل على ثقافتنا. يعني نحن نؤلف الكتب، نجمع، عندنا موسوعة